ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ليله 27، ربنا يا رب يجعلها ليله القدر ويجعلها من نصيب كل مجتهد يا رب، ويشافي مرضانا ويرحم موتانا ويخلي لكل واحد مراته ويخلي لكل واحده جوزها ويهدي العاصي يا رب. المهم يا جماعه، انا بعمل دلوقتي النهارده بعمل اكل ابن ناس. والله بعمل اكل ابن ناس، بعمل ستيك. شوفوا ترى متبلاه انتركوت هذا يا اخي، وش وظهري بالملح. لما تحبي تعملي ستيك بقى اعملي في يوم، يعني اعملي في يوم اكله حلوه كده كانك طالبه من مطعم. اعملي مثلا، اللهم صل عليك يا نبي، اعملي هاتي روح للجزار، قولوا له عايزه ان شاء الله حتتين لو انت وجوزك يعني. طبعا لو انت وجوزك وعيالك بقى الله يعينك ويقويكي، لان الانتركوت بيكون غالي شويه، اغلى من بقيه اللحمه يعني. وهاتيهم حطيهم، حطي ملح، حطي فلفل اسود، واقلبي على الناحيه التانية، حطي ملح، حطي فلفل اسود وخلاص. انا كده كده هوريكي الطريقه وانا بعملها دلوقتي، اسهل من السهاله. اكله لو عايزه تعمليها في 10 دقايق بالظبط. تخيلي لحمه تعمليها في 10 دقايق. المشروم مش احسن حاجه طبعا، والمشروم ما بيتغسلش. بصوا الاسدال بيخليه قشطه قشطه بيضه، والله العظيم الغساله ما بتفضل. بصوا مطلعه غسيل، بصوا مطلعه غسيل ومعبيه غسيل، فما فيش منه يعني. ما تقولوش علا معفنه كيف تمسح في ملابسها. والله هذا مغسول اول لابسه، والله ترى دلوقتي ايه والله هذا المهم يعني يا حبايبي، دلوقتي انا جبت ايه المشروم عشان بعمل صوص مشروم كله هتشوفوه. بعد ما تروحي للجزار وتقولوا لنا عايزه حتتين انتركوت، تقومي عامله ايه، وقلت لك هتحطي ملح فلفل وتقلبي الناحيه التانيه ملح فلفل، وطبعا ايه تضغطي عليه كده. عندك طاسه تكون تقيله، طاسه دي احلى طاسه عندي، ما عنديش غيرها. عايزه اشتري حللي معفنه، بصوا حللي كلها معفنه والتبال اللي فيها رايح. يلا اما ربنا يفرجها نشتري حته زبده كويسه، ما تستغربوش. هي دي الزبده دي، الزبده دي اسمها شرك. الزبده دي يا جدعان تتعاملوها معامله ولاد الناس، هتستغربوا ان انا خدت منها بقبقه، هي غاليه اصلا. ريحتها بقى وطعمها وبتودي الاكل في حته تانيه. هنسيح الايه، هنسيح الزبده كده. هنعمل ايه، عندكم روزماري فريش، بصوا حلاوته وجماله. انا طالباه والله عشان تخربي على جماله بجد وريحته. طبعا ممكن ما تلاقوش فريش للدرجه الخطيره الحلوه دي، هي ارزاق. انا بحب بكتر السمنه. بعد ما تحطي الروزماري كده في السمنه ياخد نكهه وطعم، يعني يدي السمنه ريحته وطعمه. تحطي فصين توم كاملين كده، حلو. بعدين هنعمل ايه، احنا نعلي بقى على السمنه دي علشان نعمل صدمه للحته الانتركوت. على فكره في حته احلى من دي، معرفش اسمها الريب اي او حاجه كده، ماشي. حطوا الحته التانيه. في حته بتبقى انعم من دي اسمها الريب اي او حاجه كده خطيره يا جماعه. هنعمل فيه ايه، هنحمره دقيقتين على الناحيه دي ونقلبه دقيقتين على الناحيه التانيه ونطلعه. هوريكم، بصوا يا حبايبي، يا دوب دقيقتين على الناحيه دي. بصوا ضغطوا على الحته بتستوي. بصوا الشوكه بتغرق السهل ازاي، ماشي. قلبتها على الناحيه التانيه عشان تاخد لون برضه. بعد كده خلصنا؟ لا ما خلصناش. اما اجي اطلع اللحمه هعمل لكم احلى صوص مشروم بالزبده اللي انتوا عملتوا منها الانتركوت وهتبقى هيعجبكم قوي. لما تعملوها بقى كده، تعملوا معاها صوص المشروم ده وتعملوا معاها بطاطس بالزبده واللبن. لما اجي اعملها مره تانية ابقى اوريها لكم، بيبقى خطير. او تعملي بس دوت الستيك وتعملي معاه رز مثلا بالشعريه او رز اصفر زي ما انت عايزه تعملي،
وصوص المشروم ما بتحبيش المشروم اعملي خضار سوتيه، هاتي خضار بروكلي بقى وكوسه وجزر وحاجات من دي وشوحيها وطلعيها على كده. اكلة الناس الاغنياء، بتاع الناس الزواتات يعني، اللي بيروحوا يقعدوا في المطعم ويقولوا عايزه حته ستيك اهي. بصوا يا حبايبي انا نسيت اوريكم، انا طلعت اللحمه اهي ماشي، وبعدين وانا عارفه ان الطاسه محروقه نازل فيها شحوم من بتاعه اللحمه ومحروقه، سيبوه انزلوا عليها بالمشروم، كل ده هيطلع في المشروم وهيعمل لك احلى لون صوص، هيديك اللون اللي هو البني الغامق ده، بيبقى طعمه خطير، ما بيبقاش طعم حرق. وانا دلوقتي مش شامه حرق، انا شامه ريحه لحمه بتتحمر مع مشروم. بصوا بقى المشروم خد اللون البني ازاي. هنعمل ايه بقى؟ قلة معلقه كبيره دقيق، يعني انتوا فاهمين يا حبايبي، معلقه كبيره دقيق، معلقه واحده بس. قلبي بقى لما الدقيق يدوب مع المشروم خالص، قلبي قلبي، ولا ملح ولا اي حاجه، لان انت كده كده متبله اللحمه بتاعتك بملح كتير وفلفل اسود، فكده كده هي سايبه في السمنه بتاعتها كده ماشي. عملنا معلقه الدقيق، تقلبي كويس، انزلي عليها على طول بالكريمه، شويه كريمه لبانه، ما عندكيش كريمه انزلي باللبن، بس بدل معلقه واحده دقيق يبقى معلقتين، حبه كريمه كده اهي. نزلت بشويه الكريمه كده اهو. المفروض هتسيبوهم بس يغلوا، مش هيكمل اصلا نص دقيقه. بصي اهي بدات تغلي وهتبدا تبقبق من النص وكده، دقيقه واحده وتطفي عليها كده، هيكون صوص المشروم ده خلص. بس انا بقى مش هعمل كده ليه، انا عايزه اعمل بقى طريقه جديده. هعمل ايه بقى؟ احط حبه لبن كمان، يعني اعمل اللحمه دي بطريقه جديده. ايوه حبه لبن كده كيتس. بصي بقى، واللحمه اللي انا قليتها كلها هنزل بيها في الصوص. تاخد ايه، تاخد كام غلوه كده في قلب الصوص. بصي بقيت العصاره اللي نازله من اللحمه مع الثوم اللي متحمر كله كده تنزلي فيه ماشي اهو، وتغطي عليه وعينك معاه بقى لانه ما بياخدش وقت. اول ما يتسبك يبدا اللي هو ما يبقاش بيغلي، يبقى فيه فقاقيع تحسي صوص تقل، تقومي طافيه وكده، ده طبقك ده خلص. بتقومي غرفه شويه الرز بالشعريه الجمال دول، جيبي بقى طبق كده نظيف كده، وعبي بقى طبق مش نظيف، اي طبق عندك ان شاء الله ستينلس، عبيه رز واقلبيه على الطبق. شوف الشغل التعبان ده انا مش هعمله. واقلبيه على الطبق كده، وتاخدي حته لحمه وتقومي حطاها. عامله انا ايه كمان؟ عامله لحمه كباب حله. بصوا الجمال، بصوا اللون. انا ما كنتش هصور والله، بس قلت يعني اعمل لكم طريقه الستيك دي، لو اي واحده عايزه تغير الروتين بقى، تعمل بقى اللحمه بطريقه جديده غير المسلوقه واللي في الخضار ماشي. يبقى هنحط بقى فطارنا يبقى اللحمه دي والرز بالشعريه والستيك ده طبعا لما يخلص. ممكن ابقى اصور لكم الفينيش، ممكن اكل بسرعه، مرضاش اصور لكم حاجه.